صلى على الحبيب بسرعه كده بس. مش عارفين مصيبه. الجنيه اللي غلب الكارنيه ده، الجنيه ده ما يجي واحد تشتري منه حاجه يقول لك ب 16 بعدين يقول لك طب خدها عشان مفيش فكه يبقى لي جنيه عندك، انت عادي خلاص حلال عليك ايه؟ ده ألزمك بايه؟ ومش مسامحك ايه؟ وفي اي وقت تبقى ايه؟ تبقى تجيله، ما تنامش لما تسدد الجنيه ده. في الميزان لو خلاك انت اللي يوزن وبعدين يقوم عامل كده وحطيت واحده تقوم ايه؟ ماشي يا عم، قول له ماشي وسلمك نفسه. ده الذين اذا اكتالوا على الناس ايه؟ ياخد حقه يطبق كده. لما تيجي يوزن لغيره بالشعر كده بيوزن ده وشايل منها ايه؟ مصيبه مش حاسين بيها، صح ولا صح؟ تلاقي ناس محترمه يجي يقول له كده يقول له لا. انا اللي اقول لك لا، انا عايز كيلو من الممكن. يقول لك بس انا مسامح حاجه دي شغلانه ثانيه. المهم اوعى تعمل فهلاوي حشاعه اوعى. الدين يغفر للشهيد كل شيء ويحبس بدينه. ويحبس بايه؟ بدينه. النبي قال عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. ففي واحد من الصحابه بيحب الراجل ده، قال له يا رسول الله انا سد عنه الدين، انا سد عنه الدين يا رسول الله. الله اكبر. خلاص. لذلك بتلاقي الناس كده في الجنازات يقول لك ايه يا جماعه قبل ما ندفن اللي عايز من اخويا حاجه، اللي عايز مش عارف ايه، يقول عشان يستحل الراجل ده. فالمهم فقال له خلاص الدين عليه، قال له انا سد، قال له خلاص غدا تسده لفلان، قال له خلاص الدين عنده، قال له خلاص. فصلى النبي عليه. لو حد اعطاك فلوس طلعها لله، قدها مش قدها قول له لا مش قدها. سهل قوي. اعطاك 1000 جنيه قال لك وديهم لليتامى. انت عندك يتامى؟ انت عندك ارامل؟ لا ما عنديش. ابقى دور ايه؟ ما تسيبها للي يفهمها. في وجهات وفي جهات وفي ناس مجهزين وعندهم حالاتهم مبحوثه وعناوينهم موجوده وشغال. خد 10 ورقات لحمه دول طلعهم ل 10 اسر. بعد كده مسكهم هو. طب اعمل فيهم ايه؟ طب تعمل فيهم ما تمسكهمش من الاول. عندي عاملين عليا واحده انا مش عارف. انت عاملين عليا ولا ايه؟ صلى على الحبيب. هو بيتكلم في كلام يوجع. صلى على الحبيب النبي. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليحف، فليأكل بالليل معروف. يعني لو في 10 زي ما قال استاذنا انا فقير يبقى ربنا بعت لي رزقي، يبقى ده انا خدت ورقه كاني اسره من الاسر. جبت الكلام ده منين؟ دليلك ايه؟ صلى على الحبيب. اقول لك دليلي ايه؟ دليلي ما احترش ولا حاجه. انتوا عارفين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ان اصلا كان في واحد عليه كفاره يمين اطعام 60 مسكين. فاكرين لما قلنا القصه دي؟ وان النبي جاب له ما يعادل الطعام، فقال له لو بحثت لم تجد فقيرا ده انا افقر احد الله. قال ايه؟ هي لك وكفاره. هتاكل وتشرب منها ودي اطعام. لان انت بقول لك واحد ده فقير ومسكين، تقول لي والله لو غربتها ما هتلاقي واحد ايه؟ واحد دي شغلانه ثانيه. الشاهد من الامر عشان نختم ختام حلو كده، على قد ما تقدر خفف عن ظهرك. فإن العقبة كود يعني صعبة المرتقى. يعني إيه صعبة المرتقى؟ يعني إيه صعبة المرتقى؟ يعني بالعامية كده بيقول لك لو أنت طالع فاضي هتبقى صعبة، فما بالك وأنت شايل. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ختاما وبعد كده ان شاء الله اخواننا هيقعدوا، يعني عشان الهديه دي مش هديه الجوائز، احنا بنقول الاسئله بس كلنا ايه يعني هنقعد مش عشان التصوير دي ولا حاجه يعني. صلى الله عليه وسلم. والجمال في الحاجات الحلوه دي ان واحد يسيب الدرس كله ويقول بقت يعني كده، يقول له هو البسكوت ده بتاع ايه؟ قلت له بتاع الاحباب يعني. ولا انا بعمل دعايه للشركه. ساب كل حاجه، هو مش معانا بس هو شاف المنظر، ساب بقى
ساب كيس الجوافه اللي بيتكلم عايز هو ده يا جماعه بتاع ايه ده؟ هنرجعوه تاني انتوا خدنا اللقطه خلاص. صلى على حبيبنا. انا لازم الواحد بيقولها كده لاخواته بطرفه كده، ربنا يحببنا ببعض يا رب العالمين. الشاهد من الامر هو اخلص العمل عشان نربط جدي، واخلص العمل فان الناقد بصير. خلي عملك خالص لله. شوف ناس بشوات بره وخدام في بيت ربنا. والله شوفوا بره في شغله يمكن ما تعرفش تكلمه، يمكن ما تعرفش تقابله، يمكن عايز تاخد ميعاد عشان تقابله. ممكن تلاقي البودي جارد بتاعه بيقول لك ايه وحضرتك عايز ايه؟ قول له انا الشيخ الاكيل جاي اكل، الشيخ الشريف جاي اشرب، انا يعني عايز اقابل الباشا. يعني الباشا خدام في بيت ربنا، واخد بالك؟ بيعمل حمامات، بيعمل كده بس تكون لله. اي عمل تكون لله. اللي جايب ده لا يعلمه الا الله، تكون لله. يجيب هدايا الولاد يوم الجمعه لا يعلمه الا الله، رجل ولا امراه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ تملك حتى لو اتشافت. خلي بالك الذين ينفقون اموالهم بالليل والايه؟ سرا وايه؟ ممكن انفق فلوسي بالليل محدش شايف، وبالنهار امك لا اله الا الله شايفاني، وفي السر محدش شايفني ولا تعلم شمالي ما انفقت يمين. ومره ثانيه اقول لك تعالى يا باشمهندس معايا ونروحوا عشان متعمد اوريك ان زي ما ما اقدرش اشيل لوحدي. لا خدوا بالكم من الحته دي بس. اوعى تفكر ان انت لما تروح لحاله تديها 100 جنيه كل شهر ولا 200 ولا 500 كل شهر ان دي مكفياها كده لا، دي عايزه 100 عايزه 100 كل يوم، ده عشان تلم ايه؟ نفسيها. فانا ربنا قدرني ان انا اشيل يوم، وصلت ولا لا؟ فجبت معايا واحد تاني يبص بصه عشان ياخد له ايه؟ يوم. قمت جايب واحد تالت عشان ياخد له ايه؟ يوم. يعني يجي هنا استاذنا يقول لك خلي بالك اليومين دول محجوزين لفلان، معاك بقيه الاسبوع. يقول لك لا انا عايز من ده ايه يا عم؟ بقول لك ما ينفعش، تعالى يوم ايه؟ يوم تاني. وصلت المعنى كده؟ يبقى بحيث ان انت غطيت الاسبوع ايه؟ الاسبوع كله. فانت عشان تغطي الفقير دوت دي اسمة ربنا بقى مش بتاعتك. فخلي عملك خالص لله. ليه؟ لأن الناقد اللي هينقضك، اللي هيقيمك، اللي هيديك درجتك، اللي هيصحح ورقتك هو الله. صلى الله على سيدنا محمد. إن شاء الله الأسئلة وحدش يمشي بقى. اللي هيمشي ياخد الهدية، يعني اللي عايز يمشي من دلوقتي ياخد ايه؟ اللي هيدخل معانا ونتمتع بالأسئلة يبقى جزاه الله خير. جاهز يا عم محمد؟ على وقتها. نلبس نظارة القراية ونشتغل. في أسئلة بسيطة، في أسئلة معادة. الجمال بقى في الأسئلة إن اللي جاوب ما يجاوبش تاني. حلو خالص؟ ثانية واحدة. لا أنا لسه ما كملتش اللي أنا عايز أقوله. اللي جاوب خلاص وخد بتاعته هي حاجته ما يجاوبش تاني. إلا في حالة واحدة، إذا عجز الكل عن الجواب والجواب عندك قول. في حاجة ثانية غير كده؟ يعني مش حتة سورة، ندي بص. سورة تبدأ وتنتهي بالتسبيح. أسرع إجابة عنده إجابة يقول. قلنا بعد كده لو أنت جاوبت مرة أنت تهدى بعد كده. سورة في كتاب الله بدايتها ونهايتها تسبيح. الأعلى. اسم السورة بس. الأعلى. طب الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. طب ونهايتها إيه يا حاجة فاتحة؟ ما فيهاش تسبيح. ولا إيه رأيك؟ طب نقول الإجابة؟ الحشر. سورة الإيه؟ المتعة إن الإجابة أحسن من إن أنت تجاوب، يعني خد إجابتك مني. يبقى أول حاجة ندي ابننا، يبقى كده إحنا اشتغلنا كده، معلش هتتعب معانا. صلي على حبيبنا. سورتان تنتهي آياتها فسبح باسم ربك العظيم. في سورتين في كتاب الله كلها آخر آية في السورة فسبح باسم ربك العظيم. اسم السورة الواقعة. أيوة الواقعة. الله يفتح عليك. لا ماشي، مبدئيا الحاج فتحي قال إجابة. في واحدة تانية أسهل من الواقعة. النجم. لا. طب النجم بتختم بإيه؟ فسبح باسم ربك العظيم. لا. الحاقة. سورة الحاقة وسورة الواقعة.
من هي الأم التي لم تلد؟ اتفضل. لا قول حتى لو غلط. غلط. لا قولها. لم تلد. مش عارف. لا هي أم. هي أم بس مش أم 44. هي أم. أم القرى. أم القرى. ابدأ بعد أخويا كده وأنت ماشي مع عند رضا كده وأنت ماشي. صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أمين سر رسول الله. سيدنا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان. الله يفتح عليك باشمهندس. أنا بعيد الإجابة تاني عشان إخواننا بس يبقى عارفين. أمين سر رسول الله حذيفة بن اليمان، أعطاه النبي أسماء المنافقين وأصبحوا سر عنه، ولها روايات. الله يفتح عليك بس عشان الوقت. بس الله يفتح عليك. من هو أسد الله وسيد الشهداء؟ سيدنا حمزة. حمزة. مين قال أول واحد قال حمزة؟ ماشي يلا. أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. دخل الإسلام عمره 31 سنة وقتل أو استشهد وعنده 37 سنة. سعد بن معاذ. إيه الجمال ده؟ أنا لسه ما كملتش السؤال بس أنت حاجة حلوة. إجابة صحيحة بس هنكمل السؤال. دخل الإسلام عمره 31 سنة، عاش في الإسلام 6 سنين، 37 سنة، سيد الأوس. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لموته عرش الرحمن. عرش ايه؟ عرش الرحمن. سعد بن معاذ جزاك الله خير. بارك الله. صحابي لقب بالشهيد الطيار. لو قلنا اللي جاوب بيتقل نفسه. جعفر الطيار. جعفر الايه؟ الطيار. محمد رفعت. صلى على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. ابوه نبي واخوه نبي وابنه نبي وحفيده نبي وصلى على النبي. سيدنا يوسف. خليك انت البسكوت معاك كده واسمع الدرس الجميل. سيدنا يعقوب. سيدنا يوسف. سيدنا اسحاق. سيدنا اسحاق. لا اسحاق. سيدنا اسحاق اخويا. ده الواحد تاني. ماشي ما انا هديها لواحد تاني اللي جنبك. الله يفتح عليك يا رزق. إيه احنا قلنا ان مش هتنفع الا في اسحاق. ليه؟ اخويا يعقوب. اسحاق ابو نبي. سيدنا ابراهيم. مش كده؟ سيدنا ابراهيم. واخوه يعقوب. سيدنا لا اسماعيل. سيدنا اسماعيل. وابنه يعقوب. نبي اللي هو يعقوب. وحفيد نبي يوسف الصديق. الله يفتح عليك. في القرآن نادت وأمرت وحذرت ثم أعذرت. النملة. لم السكر بقى. هنقولها برضه عشان اخواننا اللي بيسمعوا. قلنا في القرآن إن في نادت وقالت إيه؟ يا أيها النمل. يا أيها النمل. وأمرت ادخلوا مساكنكم وحذرت لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كلام جميل؟ ماشي. الغزوة التي أسرت فيها الشيماء. حنين. الله يفتح عليك. ادي اخونا الحاج فتحي. خدت فتحي ولا لسه؟ طب يا اخونا اللي جنب الحاج ده. كله هياخد، ده في بواكي ثانيه والدولاب مليان، بس احنا بنقولوا ايه كده ماشيه الدنيا لغايه الاسئله ما تخلص. صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا برضه اللي عايز ينصرف قبل الاسئله يجي ياخد حقه ويتوكل على الله. اخر زوجه تزوجها النبي محمد. ميمون. مين قال؟ انا. ماشي صح. الله يفتح عليك. بتضحكوا ليه؟ طيب مش كده بقول له جزاك الله خير. عشان هو ايوه هو صدى سوق. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اخر زوجه تزوجها النبي ستنا ميمونه بنت الايه؟ بنت الحارث. ابوها نبي واخوها نبي وزوجها نبي وابنها نبي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ليا او ليا. ماشي الاجابه صحيحه. خدت قبل كده؟ زوج سيدنا يعقوب. هنقولها تاني. وماله؟ احنا قلنا في اسئله جديده وفي اسئله اختبار للذاكره وفي اسئله من اللي قاعدين لسه اول مره يسمعوها. صح عشان مش كل يوم زبونك طياري. احنا هنا زبوننا طياري عشان احنا على الطريق، فاللي بيجوا استراحات بيركن عربيته، فاحنا زبوننا طياري. صلى على الحبيب النبي.
ابوها نبي اللي هو مين؟ سيدنا يعقوب. ماشي. واخوها نبي سيدنا يوسف. وزوجها نبي سيدنا ايوب. وابنها نبي لا ده ذا الكفل. ذا الكفل. ذا الكفل. عدد صور جزء تبارك 11. لا 37 ده جزء عام. 11. عم سبعة. 11 ادي يا اخونا الجنب. الله يفتح عليك. 11 سورة. 11 سورة. صور تنتهي بسجدة. ايوه. النجم وايه تاني؟ ويقرأ العلق. لا والاعراف. صور تنتهي بسجدة يعني اخر آية تقولها وتسجد. تسجد السجد. الأعراف والنجم والعلق. الله يفتح عليك. صحابي لقب بغسيل الملائكة. حنظلة بن عامر. سيدنا حنظلة. سيدنا خد. أيوه أنا عارف. اللي بعده ثالث واحد. صلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال كان ايه؟ غسيل الملائكة اللي هو سيدنا ايه؟ حنظلة. خرج إلى الغزوة ولم يغتسل من جماع حلال ولا يعلم إلا الله. ولما شاف النبي شافه بيغسل بين سماء وأرض سأل زوجته فتأدبت قالت أصاب ما يصيب الرجل من كذا وفسرها أن الملائكة إيه؟ غسلت. وده يعني شرع الغسل برضه بسبب كده. أنا مش هفتش في كل واحد. الله أعلم أنت مت على إيه؟ فوجب الإيه؟ وجب الغسل. صحابي كانت تسلم عليه الملائكة. ملائكة بتسلم عليه. مش عثمان لا. السؤال صح. لا هو واحد تاني. عمران ابن ابن حصين. عمران ابن حصين. مش مشهور. صحابي دعا له النبي اللهم سدد رميته واجب دعوته. ايوه سعد يحيى سعد مين؟ لا مش سعد. تعال انت مشاغب. لا سعد بن وقاص ده ابن وقاص. بس خلي بالك في سعد كتير في الصحابه. سعد بن ابي وقاص اللي هو خالي النبي محمد اللي هو كان يقول له ارمي سعد فداك ابي وايه؟ وامي. فاضل كام سؤال كده وبعد كده توكلوا على الله. قتله النبي بيده. أبي بن خلف. ها؟ أبي بن خلف. أبي؟ لا أبي اضرب نفسك بالباقي. أبي تزعل بعد كده. أبي أبي ابن خلف. وقلنا في واحد تاني اسمه أبي من المسلمين اسمه أبي ايه؟ ابن كعب. الله يفتح عليك. أبي بن ايه؟ ابن كعب اللي هو سيد القراء. وأبي بن خلف اللي هو قتله الايه؟ المرافق. من هم أصحاب الأيكة؟ قوم تبع. قوم تبع. قوم شعيب. اللي هم قوم شعيب. قوم تبع وقوم تبع دي ستة. أصحاب الأيكة هم قوم ايه؟ شعيب. ادينا خلاص ادي بعد بعد رضا الرابع الثالث. شوف انت انا صلى على حبيبنا. كم واحد هنا ما خدش؟ خد بسرعه كده ودي اللي هناك اللي خدوه عشان كده تكفي الحته اللي هناك خالص. ايوه ما يبقى واحد او اثنين كده. ادي حوده اخونا استاذنا خد. طيب تعالى هنا الشيخ هنا وادي اخوك اللي بينادي. تعالى خد ادي اخوك اللي هيخرج ده بسرعه قبل ما يخرج. يلا هي نفحة طبعا لله سبحانه وتعالى لكل الموجودين. في حد تاني؟ اخونا اللي بيصلي حطه قدامه واحده والشيخ اللي قاعد يبقى كده خلصنا احنا هناك كده. ماشي خلاص. صلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كده كم واحد هنا ما خدش هنا؟ عرفه؟ مصطفى صح؟ 2 3 ماشي 3 4 5 هنا خلاص كده 5. أدينا 5. أتى يا حاج محمد مصطفى. صلى على حبيبي. هات علبة ورجع الإيه؟ صلى على حبيب النبي. يلا مصطفى اتحرك مصطفى. أقول لمحمد فول كتير عشان نكمل الأسئلة وبعدين هترجعها.
ادي بقى الله يبارك فيك. ابدا من هنا الحاج صغير اللي جنبه. هنا شوف كم واحد. ابدا من خد كنا عرفه مصطفى تمام كده. خدته السنه جاوب هو جاوبت صح؟ لا ده شطوره ده بياخد مشاغب والله. يقول لك في الكتاب الثاني. ايه يعني ايه في الكتاب الثاني؟ يلا صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كده بقى اللي هيجاوب اكتر من سؤال هياخد. مش كل واحد هيجاوب صح؟ احنا واردين. لا ابدا. قال النبي رحمه الله فلان. لا انا قلتها في الدرس. يمشي وحده ويموت ايه؟ ابو ذر الغفاري. ابو ذر الغفاري. صور تجاوزت ال 200 آية. البقرة. آل عمران. والشعراء. لا آل عمران 200. لا والشعراء. والشعراء. الصفات. والأعراف. والصفات. طيب اللي هيقول لي عدد الآيات ماشي. 286. واحدة بس بالراحة. البقرة كم آية؟ 286. ماشي. الشعراء. الشعراء 227. ماشي. والأعراف 206. لا تستاهل. تدي الحاج سيد الأحمر الفضل. حبيبك قول له لما تروح. لا بس دي متسجلة دي هتتشير. ما بتتسجل بتيجي. ده هيسمعها وهنقول له فين. أبدأ أنواع التوابل. ايه؟ زعفران. زعفران. أخدت 10 خليها كده عشان ده هيرجع دي فلوس يتامى. كلنا هنسيبه كده. النار آخر سؤال بقى. النار التي لا تحرق إلا صاحبها. الحقد. نار الحقد. أنا عايز أسمع الثالثة. اللي هيقول الثالثة لا يبقى ولد. قول يا حبيبي. الله ده لا سيب إلا نار إيه؟ نار الغيرة مش كده؟ أنا كنت عايز أسمع نار الغيرة دي. مرة بسأل سؤال فبقول النار اللي بتحرق الصحابة هو سود الحقد أو الغل. فقال لي نار الغيرة. قلت له إجابة صحيحة. صلى الله على سيدنا محمد. أشوفكم على خير إن شاء الله. خدها مستوى. جميل جميل. ما شاء الله.